سلام البنات، مرحبا بكم في قناة سمرة تيفي. نتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة. اليوم غادي نشوفوا الطريقة كيفاش نسجلوا الرقم ديالنا غير من الهاتف عبر تطبيق اللي دارتو اتصالات المغرب. غنحملوا التطبيق اللي خليت لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. من بعد ما كندخلوا لابليكاسيون ديالنا كندخلوا ليها اول واجهه كتخرج لينا كيكون فيها تسجيل البطاقه اللي كيكون بجوج لغات، العربيه والفرنسيه. من بعد كيعطيونا الصفحه اللي ندخلوا فيها الرقم الهاتف ديالنا، كندخلوه كالاتي. من بعد كنديروا فاليدي وكنتسناو الرقم اللي غادي يجينا، غادي يوصلنا الكود وغادي ندخلوه في المكان المخصص ليه. من بعد ما كندخلوا الكود ديالنا وكنديروا تاكيد كتخرج لنا صفحه جديده. من بعد كيخرجوا لنا فيها جوج اختيارات اللي كنلقاو فيهم تسجيل بطاقتكم جوال، فيها تسجيل بطاقتكم جوال ولا تسجيل بطاقه جوال قريب لكم، بمعنى اب ولا اخ ولا أم. بالحكم البطاقه الجوال ديالي انا اللي بغيت نسجلها كنضغط على الاختيار الاول اللي هو تسجيل بطاقتكم جوال. كتظهر لي هاد الواجهه باش كنعطي لوتوريزاسيون ديالي باش كتظهر لينا هاد الواجهه باش نسكانيو لاكارت ناسيونال ديالنا. كناخذ الواجهه الاماميه ديال لاكارت، وضروري خاص تكون شويه الاضاءه باش يبانوا الارقام والصوره الشخصيه، وضروري خاص تكون شويه الاضاءه باش يبانوا كاع المعلومات المتعلقه بالبطاقه الوطنيه. كنحاولوا نجيبوا البطاقه الوطنيه ديالنا داخل الاطار الاحمر، نجيبوا المعلومات الدقيقه. كيطلع لنا الاسم والنسب ديالنا اعلى الشاشه، وكيعطيونا الواجهه الاتيه كيطلبوا فيك منها تصوير الجزء الخلفي من البطاقه الوطنيه. العمليه اللي درت مع الواجهه الاماميه كنديرها مع الواجهه الخلفيه. كنحاول بنفس الطريقه وكنجيب البطاقه الوطنيه ديالي وسط الاطار الاحمر باش يبانوا كاع المعلومات ديالنا. نضغطوا على السهم ومن بعد كتطلع لنا هاد الواجهه ديال استماره الاشتراك اللي كتعطينا الواجهه الاماميه والواجهه الخلفيه ديال البطاقه الوطنيه. كتعطينا الاسم والنسب، كتخرج لنا الواجهه اللي كتعطينا الاسم الشخصي والاسم العائلي. من وراء هذه المرحله بعد كتجينا مرحله التوقيع او امضاء الزبون اللي كتمكنني باش نمضي فوق ليكرو ديال الهاتف ديالي. من بعد التوقيع ديالي كنضغط على الرمز اللي بالازرق باش ناكد الامضاء ديالي. في الاخير كتطلع لي هذه الواجهه اللي فيها كاع المعلومات الشخصيه ديالي. طلع على الايقونه ديال التاكيد، وفي اخر مرحله لتاكيد تسجيل البطاقه ديالنا كتظهر لنا هذه الواجهه اللي كندخلوا فيها رقم التليفون ديالنا. كندخلوا نمره التليفون وكنضغطوا على تاكيد وكنتظروا حتى يجينا الرمز للتاكيد اللي كيجينا سوغ بلاص. كنكتبوا الرقم وكنديروا تاكيد، وهكذا كتكون العمليه ديالنا سالات والبطاقه ديالنا تسجلات ديالنا. وللتذكير نفس الخطوات اللي كنديروهم باش نسجلوا البطاقه ديالنا هي نفس الخطوات اللي كنديروها باش نسجلوا رقم شخص اخر.